شوفوا معايا خوتي، هذا الجزائري هذا كيحضر الجزائريين. بصراحه انا مازال ما شفتش الفيديو، غنتفرجوا في هذا الفيديو غادي نشوفوا علاش كيحضرهم، ونشوفوا هذا الرياح، رياح عاتيه. الله يحفظ ما كاش قال الله يحضر السلامه علينا. نشوفوا الله يحفظنا ويحفظ خوتنا الجزائريين. على بركه الله نبداو الفيديو ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. قبل ما نبداو هذا الفيديو ما تنساوش الصلاه والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد، صلوا على النبي اخوتي. عندكم خوتي ما كاش قال ريح اليوم ما 120 كيلومتر في الساعه ما باقي الغدوه خوتي، زيدوا غدوه ان شاء الله باش ما يقراوش ما من الخدامين خوتي. بعد ما حذرت الارصاد الجويه البارح باللي عرفتوا هذا النوع هذا اللي يهضر دابا كتحس فيه زعما دوك النوع اللي كيدير راسو فاهم في كلشي. انا ما اظن هادشي اللي بيقصد، زعما راه الدوله كتفلى، فهمت؟ ملي قالت لكم ما تخرجوش يعني راه كتفلى، فهمت؟ كيفاش وحنا وزيدوا غير باش زعما يعطوا عطله للموظفين. على عقلك يا خويا، فهمت؟ سبحان الله العظيم. كاين هبوب رياح قويه تصل الى 120 كيلومتر في الساعه، وعلى حسب ما قالوا الله يحفظهم يا ربي، ويحفظ بلادنا يا ربي يا ربي، والله يحفظ خوتنا في القصر الكبير يا ربي، الله يحضر السلام. هذه الرياح راح تكون اليوم الاربعاء 28 جونفي 2026. وشفنا بعض فيديوهات ومنشورات عبر الفيسبوك والتيك توك، كاين بزاف ناس يا خوتي راهم دايرين الريح هذا شغل لعبه، كاينهم يقولوا كاين اللي ما كيتسوقش كيدير راسو زعما راه فاهم، بحال كيما وقع كيما داك اللي شفنا في الاول. منشورات الريح هذا ما كاش منه كدايا. مع العلم هاد الفيديوهات اللي راكم تشوفوا فيها يا خوتي، شوف الشجره كيفاش طايره من الجدير صاحبي، وبنادم كيجي عاد كيقول لك لا وكذا اخويا. ما شنو فيه ما قريتش كاع سيمانه ولا ما خدموش كاع سيمانه، ماشي مشكل. المهم هو نحيد عليا داك الاحتمال انه غتوقع كارثه كبيره الا ما مردش البال. هادو تاع الشجر اللي طاحوا كامل اليوم، وشنو ماشي في بلاصه واحده، يعني كل شجره واش من ولايه. وراكم على بالكم انا قبل ما نجي نحط كاش فيديو ولا حتى نتاكد خوتي من المعلومه باللي الفيديو هذا جديد وفي الجزائر باش ننشروا. المهم خوتي، هادو زوج جزائريين خرجوا في فيديو يوجهوا فيه رساله للناس اللي راهي تستهزا وتقول باللي الريح هذا ما كاش منه وما جاش وكامل. على كل حال الفيديو الاولاني عجبني اكثر، هيا ما نطولش عليكم نخليكم تسمعوا خوتي. الرياح بسرعه 120 كيلومتر، واو تخيلها تخيل طوموبيل دايز حداك ب 20 كيلومتر، ياك تخيل معايا طوموبيل دايز حداك ب 20 كيلومتر. هي راه رياح، راه كتبقى دوز حداك طوموبيلات كاملين كيمشيو ب 20 كيلومتر مثلا. هذا العقول اللي ما قدروش ما كيستوعبوش هذه المساله. ما كان لا ريح لا والو، قاعدين يخرطوا علينا وخلاص، ما كان والو. كانوا على الناس اللي راهي تتسرع وتقول لك ما كان والو. ظهر واحد ما انا نهضر معاكم فاهمك مليح. دير في بالك باللي وقت الذروه تاع الريح هذه راهي العشيه مزال، يعني ماشي على الصباح. الريح هذاك اللي يوصل ل 120 كيلومتر في الساعه مش معناه نهار كامل وهو يجبد، لا دير في بالك باللي رايحه تكون رياح خاطفه وخادعه ومفاجئه، يعني يكون ريح عادي 60 70 كيلومتر في الساعه ومن بعد غادي تفيق بها، لان الريح ما كتقدرش تعرفها صافي. بقى غادي بشويه انت تلقى راسك انت راك طاحت عليك شي شجره الله يحضر السلامه ولا شي حاجه، ولا انت براسك تكون طرت اوب تخطفك موجه تاع 120 كيلومتر في الساعه، راح تجي قاويه وبدون سابق انذار، ولا خلينا نقولوا الانذار تاعها هو الرياح الخفيفه هذيك، وتقدر حتى بلا رياح خفيفه مباشره تصدم عليك موجه تاع رياح قاويه. حسب متتبعي الارصاد الجويه راهم يقولوا باللي الشيء هذا راح يدوم لمده 3 ايام، يعني 3 ايام واحتماليه الخطر تاع الرياح القويه كاينه. وتغلق اخويا ما تغمرش في بينه، ما راه تهوينا والو، هذا شيء اسمه وقايه. اذا جات الرياح وجات العاصفه ربي يخلي غيث من بعد شر، اذا ما جاتش ربي يقوي الخير ان شاء الله ويعوض. السلام عليكم، رابح الا ما جاتش الحمد لله، الا جات راني مرتاح، ما وقع لي والو عادي. الا ما جاتش مش كي تروح للطبيب يقول لك ما بيك والو غير ذاك الحال. ونسيت نفكركم ثاني جماعه الماريتي والفيات سان بحال واحد القصه كنت سمعتها هاد الايامات ديال واحد الطبيب قال له مشى دوز، المهم دوز ما عرفش شحال ديال الفلوس باش دوز، المهم في التالي قال له الطبيب راه ما عندك والو، قال له والله نوض دير لي عمليه دراك، هذاك الفلوس حطيتهم غير هكاك ولا شنو؟ واخا ما عندك والو، المهم راك خصك تقول الحمد لله والشكر لله ما عندي والو، واخا حتى ديك الفلوس طمأنيت على راسي، باش تقول له نوض دير لي عمليه دراك. صون الكيو غير الطون في الارض ولا كاش عرصه، اللهم حوالينا ولا علينا. والله يا جماعه الله يهدينا ويهديكم، عاد جبتوا لي امريكم ولا لا خلعت حسب غراوين صغار يا خويا. لي ستاتيو الناس برا تقسي كيف الريح ما جاش من الصباح نقارعوا، لي كومونتير كيف الريح ما جاش من الصباح نقارعوا. شغل هذا الصغار شكون حاسبين نتوما راك حاسبين لعبه؟
ثاني قال الناس باش تفرجوا تشوفوا معنا باش الحاجه ولا صديق بوت خرج راسك الطل داك شي خبطه داك اللوحه الراس شي مغاشيتك الله لا يبلي ويقدر الله لا يبلي ويقدر. ولكن الجماعه ما تستهزاوش بالريح، الريح راه جند من جنود الله، الريح حاجه كبيره بزاف. خصو يرد البال يحضي راسو، سمع انه راه خطر راه خطر. السلام عليكم، ما ديرش راسك فاهم وتفلسف على راسك. بزاف بزاف بزاف. المشكله هو كون هذيك الواحد كيتفلسف على راسو، ولكن كيبقى ينشر هذا الشيء صافي. انت كيقول كيخرج فيديو خوتي راه ما كاين لا ريح لا والو، علاش ما صام الريح دمر مدن كي دايرين. كاين مساكين الناس اللي راه برا مسكين خدام على وليداتهم، كاش اللي يخدم على وليداتهم، كاين مسكينه كبيره عاوجه كامله مسكينه خدامه برا عندها بناتها مرضى ولا حاجه مش عارف، ترجع لوليداتها عرفتي داير الريح ولا طيح عليك شي حاجه، راه لا يبلي ويقدر. اجمع الريح هذا الله لا جابوا وإلا جا ان شاء الله يا ربي يكون خفيف علينا وربي يلطف بنا باذن الله. يا رب يا رب يحفظنا يا رب يحفظكم الله تعالى. نتوما مقلقين ولد عمي تحسب تلبسوا كسوه سعيد تخرجوا تقراو الحيده. ماكم الجماعه كاين مساكين عنده جويجات ولا عنده معزات ولا مزرب عليهم بالزنق، الزنق هذاك عشي داير له ديك كتلهم له ديهم له الريح ولا زنقه طيط عشي قاسمتهم له بين زوج ولا بلي وقدم مسكين هذاك ما يكسب. الله يجا ربي يلطف بينا الجماعه اللهم امين يا رب. اوليو كون اوليو الريح لكم تقارعوا له كون تدعوا كاين ادعيه تاع الريح الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعيهم. الله ربي يلطف بينا وبكم ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم. المهم كيما سمعتوا خوتنا هادوما راه موجهوا رساله للناس اللي راه تستهزاو تقول لك الريح هذا مازال ما جاش. هي على كل حال ما نغلطوش الناس، ماشي يستهزاو بالريح خاطر الريح جند من جنود الله. وشنو راهم يستهزاو شغل تاع كي قال لك يجي مازال ما جاش. وشنو راكم على بالكم حنا مسلمين كن فيكون، رب العالمين قادر في ثانيه يفعل ما يشاء. المهم خوتي اذا عجبكم هذا الفيديو كالعاده ما تنساوش تخلوا لنا ارائكم في التعليقات واكتبوا لنا في الواحد يحضر شوف الواحد يحضر الله يحضر السلامه، الواحد يرد البال، واحد يرد البال. بس انا كنشوف شي وحدين ما كتسوقوش بحال مثلا في الفيضان اللي وقع في المغرب الله يحضر السلامه اللي كاين في القصر الكبير. يعني المساله ما كاينش اللي ما عرفهاش. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. كلشي داز بخير وعلى خير، واخا كانوا خسائر ماديه الحمد لله والشكر لله، ما كانش خسائر بشريه والحمد لله. هادشي اللي نقولوا. قلت لك كاين شي وحدين بحال مثلا في القصر الكبير مثلا فين وقع الفيضان كيجيو بنادم كيبقى دوك اللي كيبقى يعلموا الناس بانه راه غيوقع شي حاجه. راه هنا يعني كنقولوا راه كاين توقعات بانه ربما غادي تكون واحد فيضان اخر ولا ربما يكون كثر من داك اللي كان ولا هادي فردوا البال وحدوا راسكم. كاين شي واحد ما كتسوقوش كيقول لك انا راه عندي داري سد عليا بابي طلع السطح السلام عليكم. كيسحب له صافي راه يطلع السطح صافي زعما راه فايق راه صافي فلت. وما عرفش بان ربما كاين شي وحدين شفتو انا كيقول لك راه يقدر العلو يوصل حتى 3 حتى 5 متر، وداك 3 ولا 5 راه ما غاديش تمشي في نهار وليله، تقدر تزيد حتى 5 ايام. تخيل معايا انت تحصل في داك السطح ولا في ديك الدار مثلا اللي كتفهم دير راسك فاهم تبقى حاصل تما. يعني ما عندها حتى معنى. علاش ما واحد ما يردش البال بحال مثلا الجزائريين يقولوا راه كاينه الريح. علاش اخويا انا ما جلستش في داري حيت كاينه الريح وعلموني ان كاينه الريح قويه نجلس في داري نجلس في داري؟ علاش انا غادي نولي نتغنى معاهم لا راه ما كايناش الريح لا ما كايناش؟ واش هما هبال زعما الا كفي غيجي يقولوا لك راه كاينه الريح؟ لا، دائما الواحد يتصنت ويسمع ويكون كيسمع لانهم ما رابحين معاك والو. انت الى ما خرجوكش اش غيربحوا معاك؟ على العكس هما خصهم تخرج انت باش تحرك الاقتصاد ديال الدوله، باش تشري وتبيع وتحرك ودير حركه تركب في الطاكسي وتركب في الطوبيس. واش فهمت كيفاش؟ المهم شوف الله يحضر السلامه هادشي اللي نقولوا. الله يحفظنا ويحفظ خوتنا وما تشفوش فيهم ما تشفوش فينا. نطلبوا من الله الخير لانه راه اللي فينا يكفينا واللي فيهم يكفيهم. داكشي اش كيخصنا نتحابوا مع بعضياتنا ونطلبوا الله يحفظنا ويحفظهم يا ربي، وهما يطلبوا الله يحفظهم ويحفظنا. ودائما نكونوا مع خوتنا وفي هذه الازمات بحال هكا على الاقل غير بالدعاء وهما يكونوا معنا كذلك غير بالدعاء. هادشي اللي كان اخوتي. شكرا بزاف لكم. نتلاقاو ان شاء الله في شي فيديو اخر. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.